بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا بكم حلقه جديده من برنامج ببساطه. والنهارده هنتكلم عن اوضه الكراكيب. اوضه الكراكيب هي اوضه زي ما كلنا عارفينها موجوده في كل البيوت المصريه، موجوده في معظم البلاد العربيه. اوضه بيبقى فيها سلع معمره قديمه، غسالات، ثلاجات، تلفزيونات قديمه، ملابس قديمه، فيها لعب اطفال قديمه، كراكيب في كراكيب. دايما امهاتنا للاسف كانوا دايما بيشيلوها للزمن، واحنا كبرنا على هذا الاعتقاد. انا بسميها هي اوضه الصدقات المهدره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ سأل الصحابة: مين مال وارثه، مال اللي هيورثه أحب إليه من ماله؟ فقال: ومن منا يا رسول الله مال الوارث أحب إليه من ماله؟ فقال: مالك وما قدمت وتصدقت به في حياتك وخدت عليه ثواب في حياتك، ومال وارثك وما أخرت. فتعالوا يا جماعة بعد هذا الفيديو كل أم وكل واحد في بيته يحاول انه يفرز النهارده كل اللي في بيته. الفقراء كتير والحاله الاقتصاديه صعبه. اللي عنده لعب اطفال قديمه بالنسبه لعياله ويطلعها صدقه لدور الايتام وللاطفال الفقراء. اللي عنده ملابس قديمه، اللي عنده عفش قديم يشارك بيها في تيسير الزواج. عندنا طاقات او عندنا صدقات مهدره في بيوتنا كتير تحت مسمى اوضه الكراكيب. اتمنى بعد هذا الفيديو ان شاء الله ما يكونش في اي من بيوت المسلمين او اي من بيوت المصريين او بيوت الدول العربيه حاجه اسمها اوضه الكراكيب. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك رب واتوب اليك. السلام عليكم.